بقالي فترة ملاحظ إن البنات عندي ما بيحبوش أمهم، وكل الحب والتعلق رايح للبنت اللي بتساعد المدام عندي في البيت، وبشكل مبالغ فيه. يعني البنت الكبيرة 4 سنين بتتعامل مع أمها كأنها ما تعرفش إنها مامتها، والصغيرة سنتين لما بتعيط لو أمها شالتها ما بتسكت، لو شاهد اللي شالتها بتسكت، والموضوع مبالغ فيه جامد، متعلقين بالبنت كأنها هي اللي مامتها. قعدت فتحت الموضوع معاها، قلت لها أنا شايف إن شغلك هو السبب. كان نقاش عادي، بس هي قلبتها خناقة عشان تقلب الترابيزة. وبعدها مفيش بكام يوم قاعد مع البنات قدام التلفزيون، هي رجعت من الشغل فتحت الباب، مفيش واحده من البنات قامت عليه. مفيش 10 دقايق شهد كانت بتشتري الطلبات وطلعت. اول ما فتحت الباب البنتين قاموا يجروا عليها ودخلوا معاها على المطبخ. رحت قايم وقال لها عليا اليمين ما انت نازله شغل تاني. تعلي صوتها عشان تحرجني مع البنت وتقول لي قول بقى انك عايز تقطع عيش البنت الغلبانه اللي بتساعدني وتقعدني عشان توافق. يا سني انا هديلها مرتبها، شيل ايدك انت. انا اصلا مرتب مراتي بالظبط 6750 جنيه. شهد قاعده معانا مقيمه بتتحاسب باليوم 24 ساعه ب 350 جنيه، بتاخد الجمعه اجازه، يعني اخر الشهر حوالي 9000 واحيانا اكتر. مرتب مراتي بكمل لها عليه علشان بتصرفه على نفسها وعلى جمعيات كلاب وقطط، وده انا مش ممانع فيه خالص ايا كان هو خير. المهم قلت لها ما تحاوليش تحرجيني مع البنت، انا ما قلتش كده، وشهد معانا داخله في 5 سنين وما بنعتبرهاش غريب، وما قلتش انها هتمشي، هي هتفضل معانا زي ما هي عادي، بتساعدك وبتساعدني في حاجات انت مش فاضيه تساعديني فيها. هي عارفه ان قصدي لبسي واكلي، بس قلبت الترابيزه كالعاده. رحت واخدها موصلها لحد بيت اهلها وقلت لها اقعدي هنا لحد ما اولادك يوحشوكي وتعقلي، وخليكي فاكره ان حالف يمين على شغل. وطبعا عندت ونزلت الشغل، وبعت لها وقلت لها انت مش على ذمتي من النهارده. يومين ولقيت محامي شكله لسه متخرج بيكلمني، بيقول لي انا بس بلفت نظرك ان المدام موكلاني علشان هنبشر عليك للضرر. قلت له باشا انت لسه جديد ولا ايه؟ انا مطلق المدام ومفهمهم بس ان يومين كده لما ابقى فاضي وهاجي لهم نخلص كل حاجه. عماله تبعت كلام غريب وانا مطنش. رحت قعدت معاهم وقلت اللي ليا واللي عليا. راحت داخله وسط القعده وقالت لي هو انت فاكر ان هسيب لك البنات ولا ايه؟ مش انت اللي عايز تطلق؟ شيل بقى. قلت لها انا ما جبتش لسه سيره البنات، وعارف ان ده هيكون الكارت بتاعي، بس عموما انا مش معترض على وجودهم معايا، بس يقعدوا هنا مع اهلي، وانت عايزه تقعدي لوحدك هاجر لك شقه، لكن البنات ما يبقوش معاكي لوحدك، ده شرطي الوحيد، وخدي اي حاجه انت عايزاها. تعيط وتسيب لي المكان وتمشي. وانا كمان خلصت معاهم واتفقت ومشيت.